صباح الفل او مساء الفل زي ما بتشوفوني يا حبايبي. النهارده عملنا العيش باللحمه. ده طبعا الفيديو ده معمول بقاله سنه معمول، لسه منتجاه طبعا. ولسه مجمعاه طبعا. فكل سنه وانتم طيبين. العيش باللحمه سفره تشهي بسم الله ما شاء الله. عملنا جنبها بتنجان مخلل، بطاطس محمره، بطيخ، قطعنا بطيخ طبعا. وزي ما قدام كده العيش بلحمه فيه مدور وفيه اللي هو الوسط زي ما قدامكم. وما شاء الله هنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. تمام. ده حوالي كيلو ونص دقيق. حطينا الخميرة كده في المية، وحطينا معلقتين سكر، حطينا شوية ملح على الدقيق، وبدأت ان انا احط الخميرة بتاعتي، واحط الايه الحليب اللي عندي او اللبن الراي، وبدأت ان انا اعجن العجينة بتاعتي الجميلة القمر دي. تمام. حطيت كده نص كوباية سمنة، ممكن تستبدلها بزيت عادي خالص، او ممكن تستبدلها بزبدة، اللي عندك هتعملي. وبدأت ان انا اعجن العجينة بتاعتي بالمنظر ده بالشكل ده، وجبتها كده على الرخامة، وقعدت ان انا اعجنها واخدمها كويس في العجين زي ما قدامك كده. اهم حاجة تخدمي العجين تبعك في الايه وانت بتعجنيه، دي اهم حاجة. وابدأ كده ان انا احطها في البولة واغطيها واسيبها تخمر. دي اول حاجة كده. جيت اللحمة كده، اللحمة طبعا ممكن توديها عند اي حد يفرمها، او ممكن انتوا تفرموها في البيت. بس انا عشان انا فرمتها في البيت وفرمتها بالدهنة، فطلع لونها مبيض شوية من الدهنة. فاحنا بعد ما فرمناه وفرمنا البصل وحطينا طماطم وفلفل الوان وفلفل حار زي ما قدامكم كده، بدأت ان انا احط كل حاجة طبعا في الحلة زي ما قدامكم كده، واقلب كده. طبعا لون اللحمة هيتغير خالص، هيرجع تاني لطبيعته. الدهن هيسيح واللحمة هترجع للونها الطبيعي. حطيت ورق لورا، حبهان، شطة وكمون، وحطيت كل التوابل والفلفل الاسود والملح، وكل توابل اللي عندي، وشوية زعتر. وزي ما قدامكم كده اي توابل عندك هتحطيها، اهم حاجة تدي نكهة جميلة وريحة حلوة. تمام. ان شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف ازاي نعمل التوابل وازاي بنعملها في البيت، احسن ما تجيبها من بره. بعد اللحمه ما اتعصجت بسم الله ما شاء الله، وصفت طبعا على الكميه ديت، لان اتدهنت معانا ساح طبعا. وادي منظرها بعد ما خلصت. وجينا بقى العجين خمر ما شاء الله، وبدات ان انا اقطعه بقى كله دواير كبيره شويه. تمام. لان احنا هنعمل مثلا كل رغيفين على بعض، هنفرد واحد ونحط لحمه، وبعدين هنحط التاني فوقه. وقدامكم في الفيديو هتشوفوا الخطوات واحده بواحده. تمام. بدات ان انا اقطع العجينه اللي عندي كده بسم الله ما شاء الله. جبت صينيه وقطعت عليها كل كميه العجين اللي عندي. طبعا فردت دقيق على الصينيه عشان العجين ما يلزقش في الصينيه طبعا، ناخد بالنا ويطلع معانا بسهوله. بدأت كده ان انا اقطع واخلص تقطيع، وهنبدأ ان احنا نفرد العجين بتاعنا. تمام. انا جبت شوية زعتر على جنب طبعا، عشان بعد ما احط اللحمة هرش زعتر وجبنة على وش اللحمة. طبعا بيديلها نكهة، الزعتر ده بيديلها نكهة جميلة وبنقلها في حتة تانية. تمام. انا بدات ان انا افرد العجينه كده وارهفها، مش بلاش ان انا اخليها سميكه، لا ارهفها شويه بحيث ان انا احط طبقه تانية العيش يكون خفيف معايا ويكون طعمه لذيذ وطعمه حلو. بدات ان انا اوزع اللحمه بالمنظر ده على العيش اللي قدامنا اللي احنا فردناه. وحطيت شويه زعتر وحطيت شويه جبنه موزاريلا. ممكن ما تكتريش انت براحتك. انا بناتي مش بيحبوا الجبنه الموزاريلا كتير، يعني بحط حاجات بسيطه كده بحيث ان هي تمسك في العيش في بعضه، يمسك ويمسك اللحمه فيه، وبتكون ثابته فيه وانت بتقطعيه. بسم الله ما شاء الله. بدات ان انا اقفل العيش كده بالمنظر ده. جبت الشبكه بتاعتي الكبيره بتاعت الفرن، وحطيت عليها الفويل كده، ودهنتها بزيت عشان العيش باللحمه ما يلزقش معانا. دهنتها بزيت ضروري جدا. تمام. وبدات ان انا افرد رغيف تاني، وبدات كده افرد رغيف تاني اللي هحطه فوق طبعا. وهبدا كده بالمنظر ده، بعمل برضو كذا مره علشان البنوتات الصغيره تاخد بالها وتبقى شاطره في المطبخ. مره واتنين وتلاته مفيش مشكله، واي حد عايز اي حاجه يتفضل في الكومنتات وانا هعملها له تحت امر. وابدا كده احط الرغيف التاني، وابدا كده ان انا اقفل. طبعا الزعتر ده على فكره بنقلها في حته تانيه، جربوه يا حبايبي ما شاء الله. ده منظر العيش ما شاء الله. وابدا ان انا انقله على على الشبكه بتاعتي. تمام. بيبقى مخطط من تحت، بيبقى جميل على فكرة بسم الله ما شاء الله، يعني بصراحة. وهو على الشبكة ده كده. وابدأ كده ان انا اعمل واحد تالت برضو. ده برضو هعمله على جنب واحد، يعني هيبقى رغيف، بيبقى نص رغيف. تمام. احط اللحمة كده في نص العيش والزعتر والجبنة الموزاريلا، وابدأ ان انا اقفل كده. ممكن تعمليه بشكل مدور، ممكن تعمليه بشكل نص على شكل نص، انت براحتك وزي ما بتحبي العيش تبعك انت عايزاه ايه. ممكن تعمليها مناقيش، انت اللي انت عايزاها هتعمليه. بدات ان انا خلصت الكميه اللي معايا ما شاء الله. جبت شوكه وبدات ان انا
اخرم كل العيش اللي انا عملته علشان طبعا ما يتنفخش معانا. وجبت بيضة كسرتها، حطيت عليها خل ومعلقة حليب، وبدأت ان انا ادهن كل العيش، كمية العيش عشان تديلها لون كده مميز، وتديلها لون بيلمع كده ما شاء الله. كنت مولعة على الفرن، حطيت الشبكة كده على على الفرن، في الفرن طبعا. غير الصواني التانية برضو انا حطيتها برضو في الصواني التانية، برضو هحطها برضو على الشبكة بعد ما اخلص ده. وبقى كل شوية لازم اشوف قاع العيش اخد لون ولا لا، زي ما قدام كده شايفين مخطط وشكله جميل ازاي. بعد ما خلصت الكمية ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، طلعت بالمنظر القمر ده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. وبدأت ان انا اقطع معاكم رغيف عيش عشان تشوفوا الشكل والمنظر. وادي منظر اللحمة في العيش ما شاء الله، والجبنة ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. كان طعمه جميل جدا، وكانت السفرة تشهي ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب على قلوب اللي كل وعلى قلوبنا كلنا. اتمنى ان اي حاجه في الفيديو، اي حد محتاج اي حاجه يتفضل يكتبها لي في الكومنتات. ده منظر السفره، منظر الشهي، وسبحان الله العين بتاكل قبل البق. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من ام منار. طبعا في طحينه وفي مخلل وفي بتنجان وفي حاجات كتيره ما شاء الله، بطاطس محمره وزي ما قدامكم كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي. اقول لكم يلا باي.